الفراق. الواحد مش عارف يتكلم يقول ايه. الفراق فعلا صعب جدا، والأصعب فيه إنك تفارق روح كانت في يوم من الأيام جزء منك، من غير ما تحزن ولا تتألم ولا حتى تصرخ. رحلوا ومشوا، سابوا ذكراهم تحط بنا من كل مكان. كأنهم يبعتولنا رسالة: ما تنسوناش، افتكرونا دايما، افتكرونا في صلاتكم، افتكرونا في دعائكم، ما تسيبوناش وحيدين في قبرنا. ما يعرفوش إننا في كل نفس بنتنفسه بنفتكرهم فيه. ما يعرفوش إن حتى خيالهم محيط بنا من كل مكان. ما يعرفوش إن إحنا أصلا اللي محتاجين ذكراهم مش هم. مات الذي أحبه، وفي القريب أو البعيد كلنا سنموت، وهننزل منازل كما نزلت، وهنقف كلنا بين إيد الملك يوم الوعيد. وهي دي سنة ربنا سبحانه وتعالى في الخلق، أنه لا باقي سوى الله، والكل سيرحل إلى دار الفناء. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. من هم الصابرين يا رب؟ الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. احضنيني وارحلي كالأمس يخبو في ارتياح، أنت ذكرى